المراية دي انا اشتريتها من سنة، والله من سنة، ومعرفتش اعمل بيها فكرة. مش معرفتش، انا ما لقيتش فكرة مختلفة عن الافكار اللي بتتعمل بخيط المكرمية او بالخيش، فكنت عايزة حاجة مختلفة عن كده خالص. المهم الفكرة بتاعت النهاردة خطيرة. استخدمت فيها قطعة من طرحة لكرة ومشيتها بتمط كده ستريتش. اخدت جزء من الطرحة وشديته جامد على حرف المراية طبعا، وثبته بالشمع. وبعد كده هغلف الظهر بالشكل ده. انا ما حطيتش الشمع على المراية خالص، حطيته على الجزء الاطار من الطرحة علشان الشمع ما يبوظش القشرة اللي هي محطوطة على ظهر المراية. تمام. وده جيركن بلاستيك. هتقولوا لي ايه اللي دخل الجيركن البلاستيك في الديكور؟ بجد هو ليه مهمة حلوة جدا، ومش هيبان اصلا ان هو جيركن، بس هو الاساس او الستاند اللي هنحط عليه المراية. قصيته بالشكل ده وعملت له فتحتين من الجناب، ورشيته سبراي ذهبي. ودي الاحجار اللي انا كنت بجيبها من البحر، اللي عملنا بيها افكار كتير مع بعض، هتلاقوها على القناة عندي. عملت افكار كتير قوي بالاحجار دي، رشيتها كمان سبراي ذهبي وسبتها تنشف، ولزقتها على الحرف ده كله اللي هو متثبت عليه الطرحة، وده كان سهل عليا المهمة قوي، لان الشمع عمره ما كان هيثبت على المراية او على الوش بتاع المراية. انما اللي ثبته كويس قوي الطرحه المشدوده على المرايه، وهي متلبسه فيها كويس قوي، لان انا شدها جامد وهي ستريتش، فواخده شكل المرايه ومثبته فيها جدا. ده الجيركن. قصيته بعد ما قصيته بالشكل ده ورشيته سبراي، حطيت له اللولي الابيض ده، وحطيت المرايه وحطيت الاحجار الكبيره علشان تديني تقل وتركز كده على الترابيزة. بجد شكلها ادى اضافة خطيرة، وشكلها فخم جدا، وفي الحقيقة هي مش مكلفة خالص. جربوا الفكرة ومستنية رأيكم.